السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة جاست 5. في الحلقة دي هنكمل بعض الجمل الرائعة من فيلم بريف هارت القلب الشجاع الجزء الثاني. بس قبل ما نبدأ، فضلا لا أمرا لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات والدروس أول بأول. ولو انت ما شفتش لسه الحلقة اللي فاتت اللي هي الجزء الأول في فيلم بريف هارت، أتمنى انك تشوفه وتستفيد منه إن شاء الله. يلا نبدأ حلقتنا، يلا نبدأ. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. الجملة الأولى بتقول If you will not stand up with us now, then I say you're cowards. If you will not stand up with us now, then I say you're cowards. If you will not stand up with us now, then I say you're cowards. You'll هنا اختصار ل you will. Stand up يعني تقفوا. With us now يعني معنا الآن. Then I say فأنا أقول. You're cowards. You're هنا اختصار ل you are. You're cowards يعني أنكم جبناء. الجملة معناها إذا لم تقفوا معنا الآن فأنا أقول أنكم جبناء. هو بيستفزهم لأنهم كانوا رافضين يتحدوا معاه لمواجهة ملك إنجلترا، فبيقول لهم لو مش هتتحدوا أو تقفوا معانا هقول عليكم جبناء. If you're not stand up with us now, then I say you're cowards. تعالوا نرجع نسمعها تاني. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. I'm not a coward. I'm not a coward. I'm not a coward. I'm not a coward. Coward. I'm not a coward. الجملة التانية I'm not a coward. I'm not a coward. هنا اختصار ل I am. يعني هنا بيقول أنا لست جبانا. A coward يعني جبان. كنا خدناها في الجملة اللي فاتت cowards يعني جبناء، وهنا المفرد بتاعها coward يعني جبان، فهنا بيقول له أنا مش جبان. البطل عايز يفهم الحاكم إن في بعض الأوقات الأمور لا تحتاج لسياسة بل تحتاج لقوة وحزم، بالذات لما يكون عدوك خسيس. هنا بيرد بيقوله إنه مش جبان، هو عايز يوصله إن هو مش معنى إن مش هيحارب فإنه جبان. I am not a coward يعني أنا مش جبان. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I'm not a coward. I'm not a coward. Now you've achieved more than anyone ever dreamed. 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 الجملة التالتة Now you've achieved more than anyone ever dreamed. Now you've achieved more than anyone ever dreamed. You've هنا اختصار ل you have. Achieved يعني حققت. Anyone ever dreamed يعني أي شخص حلم من أي وقت قبل كده. يعني بيقوله كفاية كده انت حققت حلم محدش حلم بيه قبل كده، وقف بقى وما تدخلناش في حروب تانية بدل ما نتفرم. يبقى الجملة تانية هنقول معناها الآن لقد حققت أكتر مما حلم به أي شخص. Now you've achieved more than anyone ever dreamed. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Now you've achieved more than anyone ever dreamed. Now you've achieved more than anyone ever dreamed. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. الجملة الرابعة بتقول Your title
gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. الجملة معناها ألقابكم تمنحكم المطالبة بعرش بلادنا. هنا هو يقصد إن من غير الحرب والدفاع عن الحرية والاستقلال هل هنقدر نحصل على عرش بلادنا ونستقل بيها بشوية ألقاب؟ لأن المحتل دايما بيكون علشان يبان أمام العالم إنه كيوت وإن لسه البلد ما فيهاش احتلال. دايما تلاقي المحتل بيعين حكام خونة أو ضعاف من نفس البلد المحتلة، نفس الجنسية، بشكل كده سوري، مجرد شكل أو منظر، لكن اللي بيتحكم في البلد هو فعلا المحتل. فهل بقى الألقاب هي اللي هتدافع عن حريتنا ونستولي على العرش بتاعنا ونستقل؟ أكيد لأ، هو يعتبر سؤال استنكاري أو استهزاء. Your title gives you claim to the throne of our country. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. But men don't follow titles. They follow courage. 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 الجملة الخامسة بتقول But men don't follow titles, then follow courage. But men don't follow titles, they follow courage. don't هنا اختصار ل do not، و follow يعني يتبع، titles يعني ألقاب، و courage يعني شجاعة. جملة بجد روعة، بجد لازم نحفظها لأنها تعتبر حكمة ممكن استخدمها في أكتر من موقف. معناها لكن الرجال لا يتبعون الألقاب، هم يتبعون الشجاعة. كم من ألقاب تترعب لما تسمعها ومن وراها أشخاص جبناء ما يعرفوش عن الشجاعة غير إنها شوية حروف. But men don't follow titles, they follow courage. لكن الرجال لا يتبعون الألقاب، هم يتبعون الشجاعة. تعالوا نرجع نسمعها تاني. But men don't follow titles. They follow courage. But men don't follow titles. They follow courage. تعالوا بقى نرجع نسمع الجمل تاني كلها بترجمة علشان نتدرب عليهم كويس جدا. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. If you'll not stand up with us now, then I say you're a coward. I'm not a coward. I'm not a coward. Now, you've achieved more than anyone ever dreamed. Now, you've achieved more than anyone ever dreamed. Your title gives you claim to the throne of our country. Your title gives you claim to the throne of our country. But men don't follow titles. They follow courage. But men don't follow titles. They follow courage. معادنا دلوقتي مع الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعهم كويس جدا، وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. Let's go home! 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 Stop, men! Do not flee! 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 وبكده خلصت الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.